يا صباح الفل. النهاردة بقى عايزاكم تنسوا أي مشكلة كانت بتواجهكم وانتوا بتعملوا الكيكة، وتركزوا معايا في الوصفة دي. ازاي هقولكم تعملوا كيكة تطلع معاكم هشة وخفيفة ولونها فاتح من جوه. تفاصيل كتير بسيطة لكن هتفرق معاكي جدا وانتي بتعملي الكيكة، ان شاء الله هتستفادي منها. كيكة أمهاتنا بتاعت زمان هنعملها النهاردة بعصير البرتقال. بس في الأول كده، لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي سلوى. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل الكيكة القمر بتاعتنا دي ازاي النهاردة. في بولة عندي كده، وياريت تكون عميقة شوية، هنزل فيها بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل عليهم كمان بكيسين من الفانيليا البودر، وهنزل عليهم كمان بذرة صغيرة كده من الملح، حاجة كده ما بين صوابعك من الملح. وبالمضرب بتاعي هبتدي ان انا اقلب كل المكونات مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل عليهم بكوباية وربع من السكر، سكر حبيبات. وطبعا الكوباية اللي انا بعاير بيها السكر هي الكوباية اللي انا بعاير بيها كل المقادير بتاعتي في الفيديو بتاع النهاردة. وبعد كده هضرب كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا جدا لمدة 5 دقايق، لغاية لما الخليط يبيض معايا ويبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وبعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت، وهرجع اضرب تاني كل المكونات دي مع بعضها لغاية لما تندمج معايا خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده عندي كوباية من عصير البرتقال، وطبعا العصير مضروب ومتصفي كويس. هنزل عليهم بكوباية من عصير البرتقال. واخر حاجة عندي هنا معلقة كبيرة من الخل. وبعد كده هضرب كل المكونات تاني مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا مش هقول لكم المقادير بتاعتي مظبوطة جدا، وهتطلع معاك الكيكة مظبوطة وقوامها كمان مظبوط. ونيجي بقى للمواد الجافة بتاعتنا. عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق، هنزل بنص كمية الدقيق اللي عندي كده. وهنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من النشا. وبالنسبة بقى للدقيق اللي احنا بنستخدمه لازم يكون منخول اكتر من مرة علشان الكيكة تبقى هشة معانا. واضرب بقى الدقيق مع باقي المكونات بالشكل ده. ولازم حركة المضرب بتاعتنا تكون في اتجاه واحد، علشان ما نفرغش اي هواء دخلناه للكيك ويهبط معانا بعد التسوية. وبعد ما حبة الدقيق اللي احنا ضفناهم في الأول اختلطوا كويس مع باقي المكونات، ضفت بقى كمية الدقيق اللي معايا. وطبعا كالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة، كنا هننسى البيكنج باودر. بس كده تداركنا الموقف في الآخر، ببص جنبي لقيت كيس البيكنج باودر حطيته، وده آخر حاجة هنحطها على الكيكة النهاردة. ضفت كده كيس البيكنج باودر، وهبتدي ان انا اقلب برضو بنفس الطريقة في اتجاه واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ما تنزليش بباقي كمية الدقيق غير لما تحسي ان الحبة اللي انت ضفتيهم في الاول اختلطوا كويس مع باقي المكونات، تبتدي ان انت تنزلي بباقي الدقيق والبيكنج باودر. والنقطة دي مهمة جدا علشان الكيكة ما تخرصش منك. وزي ما انتم شايفين كده حركة المضرب لازم تكون في اتجاه واحد، والنقطة دي مهمة برضو لازم تاخدي بالك منها. وبالنسبة بقى لمعلقتين الكبار بتوع النشا اللي احنا ضفناهم دول، بيخلوا قوام الكيكة بيبقى ناعم معانا. وهو ده قوام الكيكة اللي احنا عايزينه، الكيكة لا هي تقيلة قوي ولا هي خفيفة قوي. تمام كده، خلاص الكيكة بتاعتنا بقت جاهزة وزي الفل. وهجيب صينية عندي مقاس 24، وممكن تكون صينية مقاس 24 أو 26 تنفع معاكي برضو. جبت الصينية ودهنتها دهنة خفيفة من السمنة وبدرتها بالدقيق، وهنزل بالخليط وهوزعه في الصينية كويس بالشكل ده. وهديها خبطتين كده علشان اخرج الهواء اللي فيها. وهدخلها فرن على درجة حرارة 180 درجة. هتاخد معايا في الفرن نص ساعة. هتاخد لون من تحت، ولو محتاجة الوش بتاعها ياخد لون هتطفي عليها الفرن من تحت وتفتحي لها الشواية من فوق من دقيقة لدقيقتين مش اكتر، تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلاص خلصنا الكيكة بتاعتنا وخرجتها من الفرن. واول ما تبتدي ان هي تهدى كده شوية وتبرد معايا، هبتدي ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اعمليها مش هتاخد من وقتك 5 دقايق جنب كوباية الشاي وحاجة كده زي العسل. ونسيت اقول لكم يا بنات، بالنسبة للدقيق اللي احنا بنستخدمه لازم يكون الدقيق منخول اكتر من مرة، علشان الكيكة تبقى هشة معانا. يعني انا بعاير الدقيق كده وامسكه قاعدة انخله مرة واتنين وتلاتة، علشان الكيكة تطلع طرية وهشة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
مكوناتها بسيطة جدا ومفيش أسهل من كده، ومكوناتها موجودة في كل بيت، وحرفيا ريحة البرتقان بيقلب ريحة الشارع، حاجة مفيش أحلى ولا أجمل من كده جنب كوباية الشاي، وأحلى فطار تفطريه. وأنا كده خلاص خلصت وصفة النهاردة. يا رب كيكة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة. ولو حد عايز مني أي وصفة أو أي حاجة يكتب لي بس في التعليقات وأنا هرد عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.